معاك انت؟ ومالك شكون اللي كيهضر معاك انت؟ مالك؟ واش انت محامي؟ واش الارض؟ ودابا شوف هاد النماذج دابا الله يخليك. لا 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 زيد واخا يلاه زيد. دابا غتغيروا شي حاجه؟ ما كتغيروا حتى شي حاجه من هذا النموذج، حتى حاجه. شو احترام واحد ماشي جوج. شوف بقى تغوت الصباح، بقى تغوت، راك مولف تغوت تعيا، راك قلت لك لا والو. غير ما تحاولش تضيع الوقت اللي يرضي عليك. راه عرفتي انا هنا صارم في هذا الشيء. لا والو سيوس، ارجوك انتهى الكلام. اذا غادي نمروا الاسئله. سيد تفضل سيوس. ارجوك يا سيوس، ارجوك يا سيوس. نقطة نظام تتعلق بالنظام الداخلي ديال هذه الجلسة، وهو أن الملاحظ مؤخرا يعني في ظل المادة 293 من النظام الداخلي التي تتحدث عن الأسئلة الآنية. الآن ولات القاعدة هي الأسئلة الآنية. اليوم كاين أكثر من 21 سؤال آني، بمعنى أكثر من حوالي 60%. بالمقابل المادة 163 اللي عندها علاقة بالإحاطة تتعرض للإعدام، بحيث أنه في الوقت السابق الحكومة السابقة كانت 4 ديال الأسئلة ديال الإحاطات في كل جلسة، اليوم 4 ديال الإحاطات في الولاية كاملة. كاين مواضيع اللي طرحناها واللي كيقول النظام الداخلي الحكومه يا اما تجي باش تجاوب، الا ما بغاتش تطرح في غياب الحكومه. ولهذا حنا طرحنا الخرق ديال السيبرياني ديال CNSS، وكذلك العنف الذي مورس والذي على اثره توفات هذيك الاستاذه الله يرحمها. وبالتالي نحن امام واش كنقولوا؟ بغينا هذا المجلس هذا ما يبقاش يتذكر في هذه الماده 163 تاع الخرق السيبرياني، العالم كامل كيتكلم عليه ما عدا هذه المؤسسه هذه. شكرا سيدنا النائب محترم. تفضل سيد الرئيس. شكرا السيد الرئيس. نقطه النظام ديالنا كتهم العاديه اللي كنقولوها دائما، غياب الوزراء على الجلسات المساءله الاسبوعيه. مرة أخرى تيغيبوا 6 الوزراء من أصل 11 اللي كانوا حاضرين في هذه القاعة. تيغيب السيد الوزير، غنكونوا السيد الرئيس غنكونوا مضطرين نقولوهم بالاسم باش يعرفوهم المغاربة. كتغيب وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح. كيغيب كاتب الدولة المكلف بالشغل السي هشام الصابري. كيغيب سيد كاتب الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية أخ عمر حجيرة. كتغيب وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، ما كتجيش بزاف. كتغيب كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش، نتمنوا لها العودة بسلام. كيغيب وزير الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية السيد كريم زيدان. كنتمناو السيد الرئيس ان المكتب ديال يراسل الحكومه باش انهم الوزراء يتحملوا مسؤوليتهم ويجيو يحضروا لمساءله النواب البرلمان. شكرا. يبدو ان هناك نقطه نظام اخرى. تفضل سيد الرئيس. في الواقع احنا كاغلبيه كذلك، لان هذا عمل برلماني فيما يخص الاحاطه. هذا دور، هذا من الاليات الرقابيه ديال مجلس النواب، وبالتالي كنطلبوا حتى حنا كاغلبيه من الحكومه على انها يجب ان تتفاعل مع هذه الماده 163 فيما يخص احاطه المجتمع عبر البرلمان في ماده اللي هي مساله اساسيه. وبالتالي حتى حنا كاغلبيه نقولوا بكل صدق بكل صراحه على ان الحكومه تقوم بواجبها في هذا الموضوع. وبالتالي اذا كان شي اشكال فيما يخص المكتب فيما يخص البرمجه ولا شي حاجه، خص المكتب اللي حنا ممثلين فيه كلنا ممثلين، البرلمان كله ممثل داخل المكتب، يكون فيه توافق باش يمكن نجيب ان شاء الله السيمانه الجايه ولا السيمانات الاخرين ان هذه الاحاطات ماشي شي حاجه اللي حقاش مهما كنمنعوا واحد الحاجه. سمحوا لي، مهما ما كنبغيش نجاوب في حاجه علاش كنخاف؟ لا نخاف كأغلبية، لا يخوفنا أي حي. علاش؟ لأننا عارفين أن هذه الحكومة تقوم بواجبها، كتقوم بالعمل ديالها، وبالتالي حتى حاجة ما تخوفها. وإلا خلينا هذا الموضوع هذا كنبانوا أمام الرأي العام على أنه كنخبيو شي حاجة ولا كنخافوا شي حاجة، وحنا ما كنخافوا حتى حاجة. وبالتالي كنطلبوا من الحكومة على أنها أن تتفاعل مع البرلمان فيما يخص. شكرا سيد الرئيس. نقطة نظام أخرى. تفضل سيد نائب. سيد الرئيس، بداية عندما تمت المصادقة على النظام الداخلي حدد مجموعة من الآليات
منها نقطة نظام ومنها كذلك التعامل مع الأحداث الآنية. وبالفعل هو ما لاحظنا أنه تقوم به الحكومة، ودائما في جميع من تكون أحداث اللي هي مهمة وكبيرة كانت تتجاوب الحكومة دائما. كذلك الحضور لابد أن نسجل الحضور الدائم والمستمر. لا سيونس الا كانت نقطه نظام في السير واخا الا كنت غادي ترد لا الله يرضي عليك سيد الرئيس ارجوك. انا التزم، انا اللي غنرد على هذا الشيء، انا اللي غنجاوب ماشي انت. قلت لك انا لا غير ما تبررش، هذا التبرير. اذا ملي كتبرر كتولي كترد. قول لي في التسيير الله يرضي عليك. للاسف حضرنا الصباح على الحصانه ديال الكلام ديال البرلماني، ولكن ولينا تنشوفوا انه هذه الحصانه تيتم المقاطعه ديالها حتى داخل القبه. لا في اطار القانون، في اطار القانون. لا ما نخليكش تدوز هذا سيونس، مع كامل احتراماتي ما نخليكش تدوزها. انا هنا كنسهر على حسن تسيير وتدبير هذه الجلسه واحترام الضوابط اللي هي موضوع تعاقد ديالنا كاملين على مستوى النظام الداخلي. سيونس زعما انت ملعق راك عارف هادشي. الفيصل بيناتنا هو النظام الداخلي. صحيح. عندما تتجاوب الرئاسة مع نقط نظام تعدد أسماء الوزراء واحدا، هل هذا في النظام الداخلي؟ ودابا انت وليتي كتجاوب. لا اذا السيوس غادي نقاطعك انت. لا صافي. لا ودابا انا غادي نجاوب. ودابا انت كتهضر على النظام الداخلي وانت دابا وليتي بلاصتي، وليتي في الرئاسه، واش يجاوب؟ اجي هنا وجاوب. ما يمكنش. لا ما يمكنش. شوف الاخوان ارجوكم الله يرضي عليكم، شوف راه غير كتضيعوا الوقت لينا كاملين والمغاربه اللي كيتبعوا الجلسه. ارجوك الله يرضي عليك التزموا. سيونس راه والو انت. لا صافي ما نعطيكش الكلمه صافي. لا والو. غير ما تحاولش تضيع الوقت الله يرضي عليك. راه عرفتي انا هنا صارم في هذا الشيء. لا والو سيونس ارجوك انتهى الكلام. اذا غادي نمروا الاسئله. السيد تفضل سيونس. ارجوك سيونس. ارجوك سيونس. تفضل سيد رئيس. تفضل غادي نستعمل السلطه ديال الرئيس الى خرجتي على النظام الداخلي. تفضل سيد رئيس. سيونس راه كتضيع الوقت عاوتاني الله يرضي عليك. تفضل سيد رئيس. ارجو سيونس. زعما انت ملعقل كنعرفك زعما انسان صارم في القانون وفي مقتضيات ديال النظام الداخلي. زعما الشيء ما غريبش عليك الله يهديك. تفضل سيد رئيس. لا غير في هذا نقط النظام اللي تثارت وغياب الوزراء في الحقيقه هذه سابقه ديال هذه الاسماء والاشاره. انا على حسب علمي السيد وزير الكاتب الدوله في التجاره الخارجيه في مهمه خارج الوطن وكل شيء عرفوا فين راه وكل شيء متبع. هادشي اللي غنجاوب عليه سيد الرئيس. لا حتى انا غادي نقول كلمه. انا غنجاوب عليه. لا ما يمكنش. لا ما يمكنش. الله يخليك. ما يمكنش. واش ما عنديش والو ما يمكنش. شوف هما طرحوا سؤال انا غنجاوب. انتم وليتوا كتجاوبوا بلاصتي. لا يعقل. شوف بشويه عليك. بشويه. حاول على راسك. حاولوا على راسكم. بشويه. السيد رئيس انا اللي غادي نجاوب على السؤال. دابا نتوما تحولتوا للرئاسه وليتوا كتجاوبوا. راه ما يمكنش. راه ما غادوش. شوف تبقى هاد الجلسه بقاو موقفين حتى الصباح. راه ما غادوش. شوف انا قلت لك اش كاين. السيد الرئيس واش غدوز شي حاجه اخرى ولا تبقى في هذه النقطه؟ الا كنت في هذه النقطه غادي نحول الكلمه للسيد الرئيس الاخر. تفضل. واش كتكلم معايا سيدي السيد رئيس الجلسه؟ واش كتغني انا؟ تفضل. سي الفرفار. ما عطيناكش الكلمه. احنا مازالين في الاحترام ديال المقتضيات. ومالك انت؟ ومالك شكون اللي كيهضر معاك انت؟ مالك؟ واش انت محامي؟ واش تضرب؟ ودابا شوف هاد النماذج دابا الله يخليك. لا زيد واخا يلاه زيد. دابا غتغيروا شي حاجه. ما كتغيروا حتى شي حاجه من هذا النموذج. حتى حاجه. شو احترام واحد ماشي جوج. شوف بقى تغوت الصباح. بقى تغوت. راك مولف تغوت تعيا. راه قلت لك سابقا لن تغير شيء. بقى تغوت. زيد.
راني فايت وقلت لكم ما تظنوش ان ارتفاع الصوت راه قلتها راه دليل هذا في الحجه، راه ماشي على القوه ديالها. تفضل سيد رئيس، واذا كنتي سيد رئيس كنبهك اذا كنتي مازال فرد راه نقاطعك. تفضل تفضل. رئيس اولا لا حقك تنبهني، انا نائب برلماني. الله يخليكم الله يخليكم الله يخليكم. انت شوف واحترم غير الرئيس ديالك، واحترم غير الرئيس ديالك. اذا ما احترمتيش الرئاسه احترم الرئيس ديالك. السيد الرئيس تنظن بان بهذا التسيير اللي كتقوموا به راكم كتثيروا واحد الفتنه داخل هذه القبه في هذا الجلسه. ياك لا نخليك تخرق القانون ياك نخليك تخرق النظام الداخلي باش ما تكونش الفتنه. والفتنه هي هذه، الفتنه هي هذه السيد الرئيس. الله يخليك، كل نائب هنا حاضر الا وهو ممثل الامه، ممثل الامه. كيف واحد هنا في هادو كاملين كلهم هنايا منتخبين، صحيح كلهم مطوقين بمسؤوليه تمثيل. الله يخليكم ما تقطعنيش، هما اللي كيشوشوا عليك ماشي انا. لا دابا انت اللي كتشوش عليه، انت اللي كتشوش عليا دابا. كلشي ساكت. يلا تفضل. كلشي هنا بحال وما كاينش هنا نموذج من النماذج. انا كنطلب منك وانت تبارك الله عليك، وانت راك تبارك الله عليك رئيس ومسؤول ونعزك، كنطلب منك انك تسحب هاد ديال هاد شو النماذج. هذه ماشي كتليقش بهاد القبه. شكرا. تفضل سيد الرئيس. السيد الرئيس الا سمحتوا تنطلبوا من الرئاسه واحد التوازن في المعامله مع نقاط النظام. نقاط النظام الاغلبيه وقفتوه بدعوى خرق النظام الداخلي. حيت كتجاوبوا عليهم. لا اسمح لي السيد الرئيس، كانت هناك نقاط للنظام اللي عندكم تظنوا لو كان عندكم تظنوا بهذه الاغلبيه وبارتفاع الصوت راكم عندكم الحق. السيد الرئيس ما تغلطوش ما تغلطوش ما تغلطوش ما تغلطوش. السيد الرئيس السيد الرئيس شوف انا السيد الرئيس انا عندي الصدر رحب غنبقاو. السيد الرئيس السيد الرئيس حنا ما رفعناش غير ما تمررش سيد الرئيس امور مغلوطه. انا ما وقفتكش السيد الرئيس، عطيتكم الكلمه، ولكن كنقول لكم خداو نقاط النظام، خليو الرئاسه تجاوب. دابا انتم تنصبتوا راسكم بلاصه الرئاسه. السيد الرئيس ما نصبناش راسنا مع الرئاسه، مع كامل احترام الواجب للرئاسه. السيد الرئيس تنطلبوا منكم انه يكون توازن في التعامل مع نقاط النظام اللي حسينا في الاغلبيه انه ما كانش. شكرا لكم السيد الرئيس. شكرا. الاخوان الاخوات، غير باش نرجع للكلام اللي قال السيد الرئيس. صحيح حنا ما يعني من المسلمات راه حنا بحال كنا في هذا. فوقاش كنختلفوا فاش كنتخلفوا على احترام المضامين ديال النظام الداخلي اللي كيحكمنا. وانا قلتها في البدايه، قلت هذا راه هذا القانون راه تعاقد بيناتنا، راه اللي خرج عليه كيولي كيشوش، كيولي كيدعي الفتنه الا بغيت نستعمل التعبير ديالك سيد الرئيس. ولكن احيانا راه حنا كنخرجوا على اللياقه. علاش كنخرجوا على اللياقه؟ بالاستفزاز احيانا اللي كيكون مجاني واللي زايد ما محتاجينه لا حنا لا المواطن اللي كيسمعنا. ارجوكم على كل ناخذنا علما بلا دابا غير اتفقوا شنو بغيتوا تسحبوا. غير اتفقوا الى انا داك الشيء، انا السلوك اللي شفتو قدامي راه فعلا نموذج غير محترم. لان شتو واش دار؟ ما شتيش السيد الرئيس، راه وقف وراك ما شتيش السلوك اللي دار، وراه كاينه الكاميرا ورجع عليها وتشوف، وراك ما تختلفش عليا في الكلام اللي كنقول. وخلينا نحبسوا هنا ارجوكم. اذا الاخوان الاخوات، السيد الرئيس الى تسحب السلوك غنسحب الكلمه. واسمح لي، هذا هو بلاتي. ودابا الله يرضي عليكم نكونوا شويه مسؤولين. راه دابا حنا واحدين في امور. شوف دابا كنجلسوا شادين في القشور ومخلين الجوهر اللي كينتظروا المغاربه. فاش شادين في سلوك اللي ما مقبولش. ما يمكنش نقبل السلوك اللي قام به السيد النائب، لا بيديه ولا بوجهه ولا بالوقفه ديالو، واللي ما شفتوش واللي شفتو مباشره، واللي كنعتبروا خارج على اللياقه اللائقه بهذه القبه. ارجوكم ندوزوا للسؤال الاول. ما خلاوناش
السيد الرئيس الكلمه عطيتها لك، معليش نعاود نعطيها لك مره اخرى. السيد الوزير تفضل. لا ما نعطيكش السيد، عطيتك كلمه. لا لا والو، هكا ضيعوا الوقت. تفضل السيد الوزير، تفضل السيد الوزير، تفضل السيد الوزير. عطيت كلمة مرتين السيد الرئيس، ما تقدمناش. تفضل السيد الوزير. تفضل تفضل. شوف شتي، لا اشنو قلت نماذج. شنو هو المشكل في نموذج كيخ... دابا غير اشنو بغينا. الاخوان الاخوات، دابا جوج حوايج راكم غالطين. الا كتظنوا بالوقفه ديالكم غادي تفرضوا شي حاجه راكم غالطين، وغالطين بزاف. وكنظن راه كتعرفوني، كنظن كتعرفوني في الصرامه وفي احترام القانون. لا، الصرامه واحترام القانون. راه ما يمكنش بهذا الشكل غادي يتم لي الذراع نخرقوا القانون باش نديروا الخاطر. راكم غالطين. تساليو بس. كل شيء وقف. راه ما يمكنش السيد الرئيس هذا السلوك بهذا الاستئساد وبالعداد. غادي نحاولوا نبركوا وندوزوا اللي بغينا. القانون فوق الجميع وفوق العداد، ما تكونوش غالطين. يا والله واخا نبقاو هنا حتى الصباح، انا نجيكم من الاخر. يلا زيد. إلا بغينا نعطيو الكلمة خصني نشوف القاعة الإخوان والأخوات راجعين لبلايصهم. راه ما يمكنش نعطي الكلمة في هذه الفوضى، ما يمكنش. الإخوان والسيدات والسادة النواب وممثلي الأمة وممثلي الشعب وجلسوا بلايصكم بعدا باش نتفاهموا. جلسوا بلايصكم بعدا. جلسوا بلايصكم. بعدا غادي الا بغيتوا نستأنفوا اشغال الجلسه، اولا شدوا الاماكن ديالكم، الله يخليكم، تفضلوا بالجلوس.
تفضلوا بالجلوس، تفضلوا بالجلوس إلا سمحتوا. الإخوان أراكم كتشوشوا دابا على الجلسة، الله يخليكم شدوا بلايصكم، شدوا بلايصكم. خص غير يجلسوا. تفضل بعدا كاين الكلمة، تفضل سيد رئيس. سيد رئيس تفضل. أرجوك 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 سي محمد. سي هاشمي، سي هاشمي، سي هاشمي، وسي هاشمي، لا حول ولا قوة إلا بالله، وسي هاشمي. رئيس سيد الرئيس تفضل السيد الرئيس تفضل. استوعبه أرجوك، استوعبه أرجوك. تفضل سيد الرئيس. سيد الرئيس إلا سمحت. سيد الرئيس، حنا توجهنا لكم كفرق الأغلبية بكل احترام ومسؤولية، والفروق المحترمة كلها بغات التعاون مع الرئاسة من أجل إنجاح الجلسة. سيد الرئيس، فريق الاستقلال الوحدة التعادلية عنده واحد الانطباع انه كاين هذا ما فيها باس الى هذا حتى هما غادي يلتزموا بمقتضيات النظام الداخلي فيما يخص الالتزام بالسلوك، والى سمحت الرئاسه انها ما كاين باس تحيد هذيك الكلمه اللي ربما خدشت الشعور ديال بعض الاخوان الساده النواب البرلمانيين، وهذا حنا مستعدين للتعاون مع الرئاسه من انجاح هذه الجلسه كما هو. الى تفضلتوا السيد الرئيس، شكرا لكم. شكرا السيد الرئيس، تحدثتي على احساس. سي محمد، لا سي محمد ارجوكم، لا ارجوكم اسمع ارجوكم. غير تفاعل السيد الرئيس ارجوك. انت كتحدث على احساس، الله يرضي عليكم. دابا انا عندي قناعه، انا شفت واحد السلوك ما عجبنيش، مخل الاحترام للرئاسه ولهذا الجلسه لهذه القبه. يمكن ما شفتوش، انا مقابل معايا شفتو، قلت هذا النموذج ديال السلوك ما مقبولش وما يمكنش تقبلوه كلكم. الفرق بيني وبينكم ما شفتوش، كون شفتوا ذاك السلوك ما غتقبلوش. اسمح لي، تفضل اسف. وراه انت اللي عنيت بداك السلوك، انت تفضل. ومع ذلك السيد الرئيس، احنا مستعدين اننا نساعد الرئاسه في انجاح الجلسه الدستوريه الانفعال ماشي عيب حينما رايت الرئيس واقفا ولم ياخذ حقه في الكلام وفي التدخل، ومع ذلك اذا صدر مني ما يعيب فلا اسحبه. شكرا. كل شيء فرقوا ما بين السرعه والتسرع. بدوري سيد نائب محترم، الا شتي حسيتي بالكلمه اللي استعملت بان مستك فانا اعتذر واسحبها. ندوزوا الاسئله، راه تعطينا ما يكفي. ندوزوا الاسئله الا سمحتم سيد رئيس. مروا اذا تفضل سيد الوزير، تفضل. عفوا سيد رئيس. ايوا نكرموا السيد الوزير بالانصات. شكرا السيد الرئيس. فقط اريد ان اتفاعل مع نقطة النظام التي اثيرت. ولن تثار عادة نقط نظام كثيرة جدا، لكن ارى من موقعي بان لا يجب دائما ان ندخل في نقاشات ماشي بالضرورة نمتلك فيها الحقيقة كاملة، باش ما نقولش شي كلام اخر. لكن بخصوص حضور الحكومة أريد أن أؤكد مرة أخرى بأن الحكومة حريصة كل الحرص على الحضور في جلسات هذه القبة المحترمة، وإذا حال حائل ولم يتمكن عضو من أعضاء الحكومة ففي الغالب يندرج تحت واحد من الأعذار،
وقد تنتبهون السيد الرئيس مؤخرا ومعكم السيدات والسادة النواب جميعا بأنه حرصنا في المرحلة الأخيرة على أن نعوض حضور الوزراء الذين لم يتمكنوا من حضور الجلسات السابقة في خارج القطب، وقد انتبهتم وأثرتم هذا الموضوع غير ما مرة، فنحاول قصد أو يعني جهد الاستطاعة أن تكون الحكومة ممثلة تمثيلا كافيا بخلق نقاش عمومي مهم تستفيد منه بلادنا. شكرا سيد الرئيس. شكرا السيد الرئيس. لا صافي غادي نضروا، لا غادي نمروا الجلسه، لا ما يكفي من الوقت، اذا غادي نمروا السؤال الاول.